ابني كان بيعامل المريض كانه اخ له، يبتسم يضحك ويقول له عندك ايه. يعني ابني كان له اسلوب كده، وهو بيكشف على المريض اسلوب كده الواحد يرتاح له نفسيا. الطبيب أسامة توفيق والمشهور بطبيب الساحل. في شهر 6/2023 نصحى على قصة بتجسد معنى الخسة والوضاعة بكل معانيها. أسامة توفيق هو وصديقه الدكتور أحمد دخلوا الجامعة مع بعض وتخرجوا مع بعض، وكانوا هما الاتنين أكتر من الإخوات، حتى لما فكروا يفتحوا عيادة فتحوها مع بعض. صاحب الدكتور أسامة اللي هو الدكتور أحمد كان متجوز عرفي من محامية، والدكتور أسامة كان عارف الموضوع ده. صاحبه الدكتور أحمد كان بيمر بظروف مادية كانت صعبة شوية، أو تقدر تقول كان طموحه عالي شوية، وكان عارف ان صديق عمره الدكتور أسامة توفيق كان معاه قرشين على جنب، فيفكر صديق عمره الدكتور أحمد ان هو يخطفه ويبتدي يساوم اهله على الفلوس دي، وبعد كده ترجع كل حاجة زي ما كانت، لا من شاف ولا من دري. الخطة هتكون كالتالي: المحامية هتكلم الدكتور أسامة وتقول له إن في خناقة بينها وبين الدكتور أحمد، وإنه لازم يجي العيادة علشان يحل المشكلة دي. وفعلا الدكتور أسامة يجي العيادة، وأول ما يدخل المحامية تديله عصير كانت حاطة فيه منوم، المفعول يشتغل والدكتور توازنه يختل ويقع على الأجهزة الطبية اللي كانت جوه العيادة، ويقوم صاحب عمره الدكتور أحمد يديله جرعة زيادة علشان ينام أطول فترة ممكنة، لكن اللي يحصل يكون عكس ما كان مخطط ليه، الدكتور ياخد جرعة زيادة فيموت. الدكتور أحمد والمحامية يتخانقوا مع بعض، هي تقول له انت اديت له جرعة زيادة، وهو يقول لها انت اللي اديتي له جرعة زيادة، وهي ترد عليه وتقول له انت الدكتور واللي انت قلت لي عليه انا عملته. قال لها المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ مش هينفع نخرجه بره وهو كده، فالحل اننا نقطعه. صاحب عمره عاوز يقطعه، ما افتكرش اي حاجة كانت بينهم، لا عيش ولا ملح، كل ده راح في ثواني كده. المهم المحامية اللي هو كان متجوزها عرفي رفضت الموضوع ده، قال لها خلاص احنا نحفر في الارض وندفنه، وكلم صاحب الشقة وقال له انا عايز اسمنت ورمل عشان عندي شوية مشاكل في سباكة الحمام وعاوز اصلحها. قال له تمام، وراح جاب له الحاجة، وبعد كده جاب المساعد التمرجي للدكتور وبدأوا يحفروا في الأوضة ودفنوه ورجعوا كل حاجة زي ما كانت وكأن مفيش حاجة حصلت. وراح بعدها اختفى في الصعيد. والدة الدكتور أسامة كانت موجودة في السعودية بتقدم فريضة الحج، فأول لما ترجع تقدم بلاغ بغياب ابنها الدكتور أسامة توفيق. الشرطة تتحرك وتبتدي تعمل التحريات وتبين ان هو مختفي بقاله 4 أيام. لما راحوا العيادة لقوها مفتوحة وفيها عيانين ودكتور، والممرض كان قاعد. سألوه فين الدكتور أسامة؟ لهم معرفش. طيب فين الدكتور أحمد؟ برضه معرفش. امال مين اللي فاتح العيادة؟ قال لهم دكتور تاني زميلهم. دخلوا الأوضة بتاعة الكشف وكان في ريحة بشعة خارجة من المكان. سألوه ايه الريحة دي؟ قال لهم معرفش، وانا موجود هنا بمشي العيادة لحد ما الدكاترة تيجي. ضابط الشرطة شاف اثار بقع دم موجودة على الاجهزة الطبية، وفي نفس الوقت يلاحظ ان في 10-12 بلاطة في الارض مختلفين عن باقي البلاطة اللي في الاوضة. طيب هو اشمعنى 10-12 بلاطة دول المختلفين عن الباقي؟ فيروح ويسأل الدكتور، فالدكتور يقول له فعلا معرفش، هي الشقة كلها كان بلاط واحد. فيروح ويجيب صاحب الشقة اللي كانوا مأجرين منه ويسألوه البلاط كان شكله ايه؟ فيرد عليهم ويقول له البلاط كان كله شكل واحد. وقام قايل ان الدكتور أحمد طلب منه رمل وأسمنت علشان يصلح حاجة في الحمام، ورفض ان هو يجيب له صنايعي او حتى يقف معاه. وفعلا العيادة اتقفلت 2 يوم وكنا بنسمع اثار التصليح. الضابط هنا يبتدي يشك في حاجة ويطلع امر من النيابة بتكسير البلاط ده، وهم بيكسروا يلاقوا ايدين الدكتور أسامة توفيق.
لما الشرطة بدأت تراجع الكاميرات شافوا الدكتور أسامة دخل العمارة وما خرجش منها تاني. الشرطة تعمل التحريات على أرقام التليفونات فيلاقوا رقم غريب، فيعرفوا بعد كده إن الرقم ده يخص المحامية اللي كانت متجوزة الدكتور أحمد عرفي. لما جابوها وبدأوا يحققوا معاها انهارت واعترفت بكل حاجة، وقبضوا على الدكتور أحمد اللي كان هربان في الصعيد. ولما حققوا معاه كان بينكر إن هو كان متجوز المحامية عرفي أو رسمي، ولكن بعد كده يبتدي ينهار ويعترف بكل حاجة. قتل صاحب عمره علشان الفلوس. القصة مليانة تفاصيل كتير، والموضوع دلوقتي في المحكمة وبين ايد القضاء. الاستفادة بقى من القصة هو انك تحرص من عدوك مرة ومن صديقك 1000 مرة. في ناس بتقول ان احنا بنجيب القصص دي من وحي الخيال، هتلاقيني سايب لك في كل فيديو المصادر في الوصف تحت. بس كده، ما تنساش تعمل لايك وشير وتفعل زر الجرس عشان كل جديد يوصلك. ودي كانت حكاية من حكاوي توني ومنير، احنا دايما بنكبر بيكم. سلام.